اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن افضل 10 افلام شفتهم السنه دي. وعلى عكس السنه اللي فاتت اللي تقريبا ما شفتش فيها غير كام فيلم بس، فالسنه دي شفت تقريبا جميع الافلام اللي نزلت او اللي عجبت الناس، خلينا نقول يعني، وافلام يمكن ما حدش يكون سمع عنها ولكنها انتاج السنه دي برضه. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا الحلقه. لو هنبدأ من رقم 10 مثلا، ولو إني ما بحبش الترتيب الرقمي لأنه غير معتمد على أي شيء، ده مبدئيا يعني مثلا مش هنقدر نحدد الفيلم ده أحسن من ده في إيه، وده في حتة وده في حتة تانية أصلا. فخلينا نقول إن الترتيب ده مش رقمي قوي، بس عموما خلينا نبدأ برقم 10 ونقول معانا فيلم أيو. Wszystkiego najlepszego, Io. كلمتك عنه تقريبا مرتين السنه دي، وهو كان احد الافلام اللي شفتها في مهرجان القاهره السينمائي، وحقيقي ابهرني جدا جدا. كم التحديات اللي اتحط فيها الفيلم ده عشان في النهايه يطلع بالشكل ده، فضروري انه يتحط مع الافلام العظيمه في السنه دي، سواء بقى انت استمتعت بيه او لا. فحقيقي فيلم يستحق المشاهده والتقدير. وبس خلينا ناخد معانا رقم 9، الا وهو فيلم Everything Everywhere All at Once. I can see where this story is going. It does not look good. عملنا عنه حلقة طويلة جدا على التشانل عشان من وجهة نظري نفهم فكرة الفيلم بالشكل الصحيح، ونشوف ايه العظيم في الفيلم ده وليه هو مختلف في طريقة طرح فكرته، وانه مبني على مستويات كتير جدا جدا، منتجيا واخراجيا وكل شيء في الفيلم ده حقيقي كان جميل جدا. يمكن ما يعجبش بعض الناس لو مالكش في الزخم اللي بيبقى موجود في الافلام اوقات كتير جدا، لان الفيلم كله زخم وماشي على وتيرة سريعة جدا، وكذلك قد يحمل بعض الافكار الغير مقبولة بالنسبة لنا، فممكن ما يكونش افضل اختيار للمشاهدة العائلية. حلو جدا. خلينا ناخد فيلم كمان معانا في رقم 8، الا وهو فيلم Triangles of Sadness. It's always yes, sir, yes, ma'am. I command you, enjoy the moment. No, no, no. What? You say no to me? الفيلم من البداية يبدو ليك جو اللي هو بقى أفلام بتتكلم عن واقعنا الحالي وتورينا قد إيه إحنا أصبحنا بشر ولاد 60 في 70 والكلام ده، يعني في الحقيقة هو كده. ولكن في بعض الناس يمكن ما تحبش الجو ده بتاع الفيلم، زي ما في ناس كتير ما حبتش جو فيلم دونت لوك اب عادي جدا. وهنا بالمناسبة هو واخد نفس الطابع بس على نطاق خلينا نقول أضيق شوية. بس في النهاية أنا استمتعت بالفيلم، حقيقي فكرته مش جديدة علينا، ولكن طرح الفكرة ذات نفسه بالنهاية المفتوحة اللي الفيلم قدمها لنا كان مميز جدا، وحاسس اني بحاول ما احرقش قوي، بس ما علينا. ناخد رقم 7 معانا في القائمه دي، وعلى عكس باقي الافلام في القائمه دي فمعانا وثائقي واللي كلمتك عنه قبل كده برضو، الا هو فيلم What is a Woman. Person can tell me what a woman is. You are not here for women. We ask you to leave. What is that? وهو في الحقيقه فيلم معرفي جدا، وهيفتح لك ابواب كتير تفهم منه ازدواجيه معايير الغرب، كمان تستفاد منه بشويه معلومات في شويه مواضيع شائكه نوعا ما. الفيلم في الحقيقة قيم جدا جدا، فأنصحك بمشاهدته وتجيب ناس تشاهد معاك، فاهم؟ نخلص من الفيلم ده بقى ونروح على طول لرقم 6، ألا وهو فيلم اسمه كلوز. يمكن ما تكونش سمعت عنه إنه نزل السنة دي، حتى أنا لا أتذكر إنه ترشح في القائمة القصيرة للأوسكار، أو ممكن يكون لا مش متذكر قوي. ولكن أيا كان بكل تأكيد الفيلم ده من أعظم ما رأيت السنة دي. القصة بكل بساطة عن طفلين مش متذكر بالظبط عندهم كام سنة، ولكن المهم نعرف إنهم أصدقاء جدا ودايما مع بعض، ولكن بيحصل حاجة بتغير مسار صداقتهم دي وبيحصل بينهم خلاف، فالاتنين بيتأثروا بشكل ما، وبنعيش معاهم في الفيلم عشان نشوف نتيجة التأثر ده هتودينا لفين. وكفايه كلام عن الفيلم ده لحد كده عشان هموت واحرق، ولكن دي عيبه في حق الفيلم، فروح اتفرج عليه يعني. والفيلم بالمناسبه يصلح للمشاهده العائليه، فهيكون اختيار ممتاز. ناخد على طول الفيلم اللي بعده في رقم 5، واللي حقيقي لا يختلف عن الفيلم اللي احنا لسه قايلينه نهائي، الا وهو فيلم The Banshees of Inisherin. If I've done something to you, just tell me what I've done to you. Well, you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You liked me yesterday. نفس فكرة الصديقين اللي بيحصل بينهم خلاف، فالحياة بتتقلب عندهم، ولكن الفيلم هنا يختلف في أشياء كتير جدا.
اولا ان ابطاله ناس كبيره على عكس الفيلم اللي قبل اللي كانوا اطفال يعني، فهنا وجهه النظر تختلف شويه، ولكن لو اتفرجت على الفيلمين ورا بعض هتقدر تربط ما بينهم، زي ما تقول كده هتحس ان في خط رفيع بين الماضي والحاضر، وكأنك بتشوف نفس الطفلين دول بس قصه مختلفه في مكان مختلف بسن مختلف تماما. ثانيا الفيلم ده احنا بنبدأ من الخلاف بتاعهم على طول، يعني ما شفناش اي مظهر صداقة بين شخصياتنا نهائي، ولكن قدرنا نحس بيه من خلال الاختلاف اللي كان حاصل ما بينهم. حقيقي فيلم ما اقدرش اوصفه بكلام غير انه بديع، وبس انصحك بشدة انك تتفرج عليه. نروح لرقم 4 معانا، الا هو الفيلم الحربي لهذه السنة All Quiet on the Western Front. عملنا عنه حلقة في القناة، لكن قد يبدو عليها ان محدش مهتم بيها نهائي، ولكن ما علينا من الحوار ده. يعني الفيلم قد يبدو ليك في البداية كده افريج فيلم حربي، ولكن اللي بيميزه انه بيتكلم عن جانب جديد في الحرب العالمية الاولى واللي ما فيهاش افلام كتير معمولة عليها، ولكن مؤخرا بدأوا ان هم يهتموا بقصصها شوية. الفيلم بيتكلم من وجهة نظر ألمانية، فهو حقيقي مميز جدا كفيلم حربي، وانصحك برضه بمشاهدته. حقيقي مفيش كلام عليه يتقال اكتر من كده، واخش اشوف الحلقة اللي عملناها عنه، يعني حلقة جميلة. وبس ندخل على المثلث الذهبي وافضل 3 افلام شفتهم السنة دي، ومن غير كلام كتير نبدأ برقم 3، واللي حقيقي احترت في افلام كتير نزلت السنة دي احط ايه في الرقم ده، ولكن استقريت على فيلم باردون. رائعة إنياريتو، وما أدراك ما إنياريتو لما يعمل فيلم بأجواء بيردمان، بس موضوع أوسع وأعمق بكتير، وفوق كل دوت شخص ليه هو بالذات. فيلم يستحق فعلا التأمل، وإن نحكي ليك قصته مش هيكفي أبدا إن أنت تفهم الفيلم كده، لازم إن أنت تخش تخوض التجربة بنفسك. فأكيد هيكون لنا لقاء تاني مع الفيلم دوت، فانتظرنا وروح اتفرج على الفيلم. رقم 2 معانا ألا هو فيلم ذا باتمان. Who are you under there? I'm vengeance. رائعة مات ريفز وبطولة روبرت باتنسون. عملنا عنه حلقة كافية ووافية تفهمك ليه الفيلم دوت عظيم جدا، وطبعا بعيدا عن تعليقات الناس وفكرة قلة الإضاءة اللي كانت في الفيلم، ولكن يا جدعان ده فيلم باتمان، يعني هو كائن ليلي أصلا، طبيعي يعني، ولكن مش عايزين نبوظ الإفيه. بس عموما كانت تجربة مشاهدة في السينما رائعة جدا، كذلك تجربة تحليلية من أمتع التجارب السنة دي حقيقي. فأنصحك إن أنت تشوف الحلقة اللي عملناها عن الفيلم، لأن أنت أكيد أعتقد شفت الفيلم. وناخد بقى معانا رقم 1، الفيلم الأقرب إلى قلبي في هذه السنة، ألا وهو فيلم ذا فابلمانز، إخراج ستيفن سبيلبرغ. Movies are dreams that you never forget. حقيقي مفيش كلام يوصف الفيلم ده أبدا، وقد إيه أنا اتعلقت بيه من أول مرة بالشكل ده. كان الفيلم مش هيكون قريب للناس العادية، على عكس الناس اللي بتحب وعندها شغف لصناعة السينما. وهنا بقى هيكمن الاختلاف على الفيلم، لأنه ظاهريا القصة مش مثيرة إطلاقا، ولكن الجوهر ذات نفسه هو اللي بيجعل الفيلم ينبض بالحياة بالشكل اللي احنا شفناه بيه ده، بالذات لكل واحد بيحب السينما. فمش هقدر اقول اكتر من كده عن الفيلم، غير ان انا اتعلقت بيه جدا وحبيته جدا. الموضوع شخصي جدا في ان انا احطه في المرتبه ديت في السنه دي، يعني ممكن نختلف في الموضوع دوت، بس كلها اراء يعني. وكده اكون خلصت، بس قبل ما اقفل طبعا لازم نحط قائمه شرفيه للافلام العظيمه جدا السنه دي مع القائمه دي، ونقول معانا اولا فيلم بونوكيو، وبعديه فيلم فاني بيجز، وبعديه فيلم تار، وبعديه فيلم ذا منيو، وافلام تانية كتير. بس انا يمكن في حاجات كتير قوي ما شفتهاش وعظيمه جدا، والسنه دي كانت مليئه كده بالافلام الحلوه، يعني حاجه كده تفكرك بايه نفحات 2019. فحقيقي كل واحد من الافلام اللي انا لسه قايلهم في القائمه وفي القائمه الشرفيه يستحقوا اهتمامك. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو دوت. لو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وهي بس كده.